ياه، طبعا فاكر. هو دي حاجة تتنسي؟ أيام جميلة وذكريات ما تتعوضش. يا سلام. ثواني ثواني، أنت متأكد إنك فاكر بجد؟ اللي متعرفوش بقى إن دماغك ممكن تكون بتخدعك. أصل معلش يعني ذكرياتك مش متسجلة بكاميرا، ولو حبيت ترجع لها تفتح الفيديو تتفرج. اللي حصل مش دايما هو اللي اتسجل، اللي اتسجل هو اللي ريحك وريح دماغك. يعني إيه الكلام ده؟ بص، دماغك شاطرة جدا في إنها تزوق الحكاية وتخليها في صالحك، عشان تحس يعني إنك تمام وإنك دايما كنت فاهم وعلى حق. وده اللي العلماء بيسموه الانحياز الأنوي أو egocentric bias. يعني مثلا لو كنت في اجتماع مع ناس وطلعتوا بقرار معين مع بعض، دماغك هتخليك تفتكر إنك كنت صاحب التأثير الأكبر، وإن فكرتك هي اللي قلبت الدنيا، حتى لو ده ما كانش صحيح. في راجل اسمه جون دين كان في فضيحة ووتر جيت لو تسمع عنها. المهم الأستاذ ده كان فاكر نفسه إنه بيلعب دور مهم جدا في الاجتماعات، ورايح جاي يقول أنا عملت وأنا قلت والموضوع تم بفضلي ولولا تدخلي في كذا ما كانش حصل كذا. المهم لما حصلت المشكلة وفرغوا تسجيلات الاجتماعات، الراجل ده طلع عاطف في نفسه خالص. لما كان بيجي دوره يتكلم كان بيهمش أصلا، وتقريبا كان حاضر مستمع بس. يمكن لما تسمع القصة تقول إنه كذب عشان يبان أحسن في عيون الناس، لكن الحقيقة إنه ضحية زيه زيك بالظبط. وإن الكذاب الحقيقي هي دماغه اللي عملت له شوية تعديلات في الذكرى دي لحساب صورته عن نفسه. وده أوقات كتير هو نفس اللي بيحصل معانا. الماتش اللي انت بدعت فيه وكنت أحسن واحد في الملعب، الأوتفيت بتاعك اللي الكل كان مبهور بيه ونفسهم فيه في آخر فرح، أو حتى طيبة قلبك الزيادة اللي مودياكي في داهية ومخلياكي مش قادرة تتعاملي مع الأوباش دول. بس الحقيقة دماغنا بتعيد كتابة القصة بالشكل اللي يخلينا نحس إننا أطيب وألطف وأذكى من إننا نعمل كده. ذاكرتنا لو مراية فهي مراية مكسورة، بتجمل وتخبي وتزوق عشان نكمل. دماغنا مش بتسجل الحقيقة، دماغنا بتركب الحقيقة، بتفلتر وتحذف وتزود، وده بس عشان تديك نسخة مريحة من اللي حصل. لما تختار حاجة أو تاخد قرار معين في حياتك، دماغك تفتكر إن الاختيار ده كان هو الصح والأنسب فعلا، حتى لو مش دي الحقيقة. انت بتفتكر وشوش الناس اللي شبهك أسهل من اللي مختلفين عنك، ودي مش عنصرية لكنه تعود بصري. ولما حاجة تحصل وتحس إنك كنت متوقعها فعلا، مع إنك ولا كنت متوقعها ولا تعرف عنها حاجة أصلا. وكونك بتنسى المشاعر السلبية أسرع بكتير من الإيجابية، ده لأن دماغنا بتحاول تخلي الماضي أخف وقعا على قلبنا. كل ده مش علشان دماغنا بتكذب علينا ولا حاجة، لكن علشان تحافظ على صورتنا عن نفسنا. لو ثقتك بنفسك اتكسرت هتقع، وعشان ما تقعش دماغك بتعدل الذكريات شوية. دماغك بتبني قصة مريحة ليك، حتى لو قصت وزودت أو حتى قلبت ترتيب الحكاية. ودلوقتي تقدر تبص في المراية وتقول شكرا يا مخي، شكرا يا أبو الكرم، مش عارف من غيرك كنت عايش ازاي. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.